السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس وتعملوا لايك للفيديو. النهاردة معانا بانيه ومكرونة. هقول لكم ازاي البانيه ما يقعش منه القشرة بتاعته. هتضربي القوطة في الخلاط. هو شفشق واحد بس يا بنات. بعد ما تضربيه في الخلاط هتحطيه في الحلة عشان تتسبك. واول ما تبدأ تدخل في السوا او التسبيكة النهائية هتحط معلقة معجون صلصة وملح وفلفل اسود. البانيه هتكوني سايباه نص ساعة في قلب المية وملح وخل. وبعدين هتصفيه من المية بتاعته اللي هي اللي كان فيها الخل والملح، وهتغسليه. وبعد ما تغسليه هترجعي تصفيه تاني. وهيكون معانا 3 بيضات وملح عادي وملح صيني وفلفل اسود. اه كده. هتقلبيهم كويس قوي، هتحطيهم على البيض وتقلبيهم كويس قوي عشان يندمجوا مع بعض. البانيه هنحطه في الطبق ونحط عليه البيض عشان نقلبه مع بعض كويس قوي. وهنسيبه في التلاجة نص ساعة في قلب البيض في التلاجة نص ساعة. والمكرونة هنكون جايبين حلة وحاطين فيها مية ونستنى اما المية تغلي قوي ونحط فيها المكرونة وهنحط زيت وملح. هتطلعيها يا بنات مش مستوية قوي عشان ما تتهريش من بعد ما تيجي تشمعيها بس او تقلبيها بالصلصة. وبعد ما تصفيها من المية هتصفي ميتها خالص ونرجع للبانيه نجيبه من التلاجة. وهنكون مقلبين الدقيق والبقسماط مع بعض بالطريقة ديت. وهتحط البانيه في قلب البقسماط والبيض. هتكوني جايبة طاسة وحاطة فيها الزيت ومسخنة الزيت فيها قوي اهو بالطريقة ديت. وطبعا ايه اول ما تحس ان الزيت بدأ يغمق ما تحطيش فيه البانيه، او الزيت اتحروق ما تحطيش فيه البانيه لان مش هيبقى حلو وهيخلي القشرة تقع. اهو يا بنات بالطريقة دي. وهتعملي بقية البانيه كله بنفس الطريقة. اهو بالطريقة ديت. وبعد ما البانيه يتحمر الوش هنقلبه على الوش التاني لحد ما يستوي ونطلعه. وهكذا بقية البانيه كله.
وبعد ما خلصنا البانيه هنجيب المكرونة ونحط عليها الصلصة ونقلبها كويس اوي. هتكوني مشغلة عليها البوتاجاز وموطية عين البوتاجاز قوي، موطيوها قوي. يا بنات البانيه والمكرونة. البانيه طبعا محتفظ بالقشرة بتاعته. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وطريقة جديدة. ما تنسوش اللايك والاشتراك.